سي احمد نجيب الشابي، سامحني على الرتاب. جماعه وقفوني من التالي غادي فما الحاكم. يحيى نجوبه يحيى نجوبه. شنو سي نجيب؟ فماش كسكروت؟ لا ما تعجبوش هذا. سي نجيب تو انت عندك جريده الموقف. نجم نحط فيها تصويره تاع كرامتي. سي نجيب انت كنت تلميذ نجيب؟ لا ما تمشيش. عسلامة سي نجيب. وخرت شوية ها؟ اي لا خليني جيتك انا. ديسولي سامحني. سافا بارك الله فيك. سامحني سامحني على الروتار. اهلا وسهلا. لا مش مشكل. في التاكسي هذا فما دستور زاد، عندنا دستور مصغر. كيفاش الدستور؟ ايوه متكون من 3 حاجات. اي واحد البصاق والتدخين ممنوعين والحديث مع السائق اجباري. 2 اللغه الخشبيه لا. و3 كان وقفني حاكم انت المحامي نتاعي. عمل عليك. هذه تواتي خاطر انا خدمتي محامي هذاك علاش. وقابل الدستور يا سيدي. يا سيدي بارك الله فيك. وإذا كان نخالفوا تهزني المحكمة الدستورية اللي باش يحدثها الدستور الآخر. أي باهي اللي نخدموا فيها احنا. لا دستور سهل عملته في دقيقتين ولا 3 دقائق. ما خديتش عام ونص. لا مش عام ونص، إن شاء الله مش 3 سنين. علاش بدلتوا اسم الحزب من البي دي بي ولا الجمهوري؟ الحزب الديمقراطي التقدمي طويل وصعيب باش يتشد في الانتخابات هذايا شفناه. بي دي بي العباد يقولوا بي دي بي بسهوله. بي دي بي تتشد بسهوله، اما الحزب الديمقراطي التقدمي فيه برشا قاف وطويل. فلما قررنا باش نعملوا حزب كبير جات معنا افاق وجا معنا حزب صغير اسمه الجمهوري زاده، وجات معنا عده شخصيات وعده مجموعات سياسيه. الحزب الصغير ذا اي عملنا اختيار للحزب وصوتنا على 4 5 اسماء اللي خذا الحظوه هو الحزب الجمهوري. والشيء اللي تبرع باسمه من الحزب الجمهوري. والشيء اللي احنا قصدناه هو ان يكون اسم خفيف لا اكثر ولا اقل، يعني سهل باش يتشد. وسي نجيب باش نقابلوا مواطن عادي يحب يحكي ويقابلك ويشوف معناها يحب يسألك سؤالات. مرحبا به. سلام خويا. لاباس خويا. سي نجيب شابي عقلته؟ اي بالطبيعه. رئيس الهيئه السياسيه للحزب الجمهوري. حاتم تاكسيست. نشرفوا خويا. بيك عايشك خويا. لاباس نجيب حمزه ذيب من تونس. شرف خويا. عايشك يا بابا. شحال خويا؟ والله الحمد لله. شو امورك؟ شحوالك سي نجيب؟ الحمد لله. شحوالك؟ شحوال امورك؟ ايش تعمل في الدنيا خويا؟ موظف. ذكرني في الاسم؟ حمزه خويا حمزه. شنو نجيب انا كن باقي نقدروا نعزوا ونحترموا مناضل كبير هذا لا شك فيه. اما انا سي نجيب نسالك ما يسالش، انا كنت من اول عباد بعد الثوره معناتها تحت رئيس. اي هكا ولا؟ ما نعرفش. اي اكزومبل انا الدخله نتاعك تاع الحكومه تاع الغنوشي هذيك اللي تخلي برشا تساؤلات. سؤالك معناها انت تقول لي بعد الثوره كنت مرشح باش تكون رئيس هكا؟ اي. وقلت لي لكن دخولك للحكومه انا بعد الثوره دخلت طول للحكومه ما عنديش دخل نتاع بعدين خرجت للسيدي كما قلنا. انا تو نحب نسال سؤال. شبين الناس الكل تسالك نفس السؤال؟ الله اعلم. ناخذوا الامور على حسن نيه. اسمعني، الحكومه نتاع الغنوشي لعبت دور ايجابي في تاريخ تونس لانها حافظت على الدوله وتفتحت لكل القوى
بما فيها اتحاد الشغل اللي في الأول خمم باش يدخل ثم تراجع، ولكن دخلوا ناس من المجتمع المدني، من الفنانين، من الحقوقيين، من السياسيين، وكانت ائتلاف. والائتلاف كان القصد منه هو باش يحط تونس على سكة الانتقال للديمقراطية. وفي 45 يوم خذوا كل الإجراءات اللي حطت تونس فعليا على الطريقة اللي احنا فيها. أنا في رأيي أنه الاختيار كان سليم، وأعتقد أنه المواطنين تجاوبوا مع ذلك، والدليل عليه أنه حزبنا من حزب نتاع مناضلين عددهم بالمئات ما يجيوش حتى 3000 شخص، لا ولو عشرات الآلاف، وكنا في سبر الآراء احنا والنهضة جنب بجنب. كانت النهضة 20 واحنا 19 في سبر الآراء. فيما بعد صارت أخطاء ما أعطتش نفس النتائج. سيدي عندي سؤال أنا سامحني، أو مثلا كان جبتوا نفس السكور اللي جابوا التكتل في الانتخابات الفارطة تاع 23 أكتوبر، كنتوش تعملوا كيما التكتل وتتحالفوا مع النهضة؟ شوف احنا ولا تاخذوا انت مثلا بلاصة المرزوقي قبل الانتخابات التقينا مع التكتل ودعينا الديمقراطيين باش انهم ما وصلوش باش يعملوا جبهه انتخابيه قبل الانتخابات، انه على الاقل بعد الانتخابات يشكلوا كتله واحده وتكون علاقتهم مع حركه النهضه متوازنه. لكن مع كل اسف معناها كنتوا شامين من قبل الانتخابات انه حركه النهضه باش تكون مهيمنه؟ لا، كان واضح اللي هي كانت تحت الموقع الاول حسب سبر الاراء والامكانيات اللي عندها الماديه، وفي نفس الوقت عدد الكوادر كان يرشحها باش تكون هي الحزب الاول. كنا عارفين هذاك، ولكن ما كناش ننتظروا اللي باش نكونوا بعاد عليها كيف ما ظهر في الواقع. المهم انا في رايي لو كان السي بي ار والتكتل عملوا ائتلاف مع الديمقراطيين الاخرين، يعني مع بي دي بي وافاق والتجديد وقتها الى اخره، كنا نشكلوا كتله نيابيه تقريبا موازنه للكتله النيابيه نتاع النهضه، وبالتالي كانت كل الامور تمشي في اتجاه غير الاتجاه اللي مشات فيه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي نجيب. يعيشك. ما اقتنعتش خاطر السياسي انا مواطن عادي، هو سياسي وقديم في السياسه، مش يدخلك منه ويخرجك منه، لكن هي السياسه في تونس. سي نجيب ايش قولك في المواطن؟ قاعده معه كانت قصيره. ايه مواطن عادي كي التوانسه الكل متسيسين، تساؤلاتهم ديما تدور حول هالابيزود هذايا نتاع بداية الثورة. علاش شاركت في حكومة الغنوشي؟ تو في التأسيسي ايش عملتوا لنا؟ تو في التأسيسي مثلا عملتوا لنا في الدستور، انتم كحزب جمهوري ايش عملتوا في التأسيسي بخلاف مثلا معارضة النهضة؟ بالرغم من التعثر وبالرغم من تضييع الوقت وبالرغم من نقصان التجربة إلى آخره، وصل المجلس التأسيسي باش عمل دستور في نفس الوقت. عمل مسودة انت دستور، مسودة كاملة يعني فما حوالي 147. وانت راضي عليها المسودة هذه؟ عامة راضي عليها، معناها فيها حريات، ضمان الحريات وكل شيء. الدور نتاع الدستور، حقوق المرأة، الدستور عنده وظيفتين، يحمي الحريات الفردية ويحقق الفصل بين السلطات باش السلطة ما تغولش وتقضي على كل الحريات. الدستور اللي تقدم اليوم في الجوهر يحقق هالزوز مطالب. هو سمعت حكاية فما حق الاضراب مش مكفول في المسودة؟ مكفول بالطبع. الصيغة اللي وردت فيها قابلة للتحسين، لأنه عملوا فيها شروط أنه ما يهددش الحياة وأنه ما يهددش، فهي شروط زايدة، وأغلبية المعارضة تعمل على إلغائها، أنه حق الإضراب معترف به وشروط تتحدوا القوانين. هو سمعنا زاد سامي عبو قالت اللي البلاد باش تولي إيران. لا مش صحيح، لا هي رأيها محترم، لكن فصل 148 من الدستور هذايا يقول بأنه تنقيح الدستور لا يمكن أن يشمل لا دين البلاد ولا لغتها ولا الحقوق الأساسية للإنسان ولا الطابع المدني للدولة. فبالتالي هو دستور عمل أرسى دولة مدنية تضمن الحريات بشكل فعلي والفصل بين السلطات. قل لي فما مواطن في الشتاء نهزوه. وي يلزمنا واجبنا ذا المطر تاكل فيه مسكين. باهي خلينا نطلعوا نعاونوه. مرحبا بي.
سي احمد نجيب شبي رئيس الهيئه السياسيه للحزب الجمهوري. غني عن التعريف سي احمد نجيب. حاتم تاكسيست. شرفوا بك. لاباس شنو احوالك سي نجيب؟ كريم عطيه. شرفوا سي كريم. كريم من الورديه الاولى. من الورديه الاولى. شنو رايك سي احمد في القرض نتاع صندوق النقد الدولي اللي خذيناه تو وافقون عليه 1.7 مليار دولار؟ هو يا ليتنا ما وصلنا لهذا، على خاطر راهو كانت عندنا اموال مرصوده ومنها حوالي 2 مليارات دينار من بيعان تونسي تيليكوم كانت موجوده في البنك المركزي، ما نعرفش شنو اللي بقى منها. كان بالامكان لو كان ما كانش فما سياسه نتاع تساهل في الميزانيه وحشد لعدد كبير من الموظفين في سياسة يعني لأهداف سياسية أكثر منها لأهداف اقتصادية، ما كناش نوصلوا أن المديونية ترتفع والديفيسيت نتاع البيجي يعني العجز نتاع الميزانية يكبر وبالتالي نمشيو باش نقترضوا. الآن هما عندهم شروط، فما شروط ممكن الواحد يقبلها إذا كان هي في مصلحة البلاد باش تحسن الاقتصاد باش الإنتاج يكثر، لكن احيانا تكون عندهم شروط مجحفه اللي هما ينظرون لها بدون الاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي. هذيك احنا في صندوق الدعم. سي كريم بارك الله فيك. احنا اولاد عاش خويا. السلام عليكم. على خير. يعطيك الصحه. والله العظيم التوانسه تبارك الله عليكم. والله العظيم. ولا جاي واحد يشكي ولا يبكي بس كل سنترس المعلومات. بربي فين ميدان انت قلت لي؟ جيني الكتريك. جيني الكتريك. السلام عليكم. ميرسي خويا كريم. عايش خويا. انت على رايه في القرض اللي خذيناه من عند صندوق النقد الدولي وفسر لي اللي فما اصلاحات يلزم الاصلاحات هذيك تكون في صالح الدوله مش تكون في صالح البريود هذه باش تخدم الحكومه. لقاء باهي يعطيه الصحه. نحط الاخبار. راديو تفريك FM تونس الأخبار. بعد نجاح حركة أعتقني والتجاوب الكبير مع حملة ما تضربنيش والمسيرات المليونية ضد لجان حماية الثورة، جمعيات حقوقية وشخصيات وطنية تعلن عن تكوين ائتلاف مدني تحت عنوان شبكة آيو لمجابهة العنف السياسي. برشا يعيبوا عليكم أنكم مسالمين فوق اللازم. الناس مثلا كي تمشيو في تعملوا اجتماع الناس تضربكم وانتم تقولوا اعتقني ولا سيبني ولا خاتيني ولا ساسوفي. ما لقيتوش حل اخر ضد العنف معناها؟ اذا كان اليوم روابط الثوره تعتدي على نداء تونس ونداء تونس يعمل ميليشيات باش يعتدي على خصومه والاحزاب الاخرى. ما عندكمش ميليشيات؟ لا ما حد ما عنده ميليشيات. هاو قلت نداء تونس. لا ما عندوش. اذا كان يقع الاعتداء على حزب نداء تونس ولا الجمهوري ولا اي حزب يجنح الى تشكيل قوه مسلحه او قوه نتاع ممارسه العنف تولي نرجعوا الى الفوضى. شكون اللي يحمي التوانسه؟ المشكله سمعني الدوله. هو الدوله سي نجيب. وقت اللي الدوله ما تقومش بالمهمه نتاعها يلزم المجتمع المدني يقفل، يعني اتحاد الشغل، يعني الصحفيين، يعني المحامين، يعني الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان، يعني الاحزاب يقفوا في وجهها وينظموا التظاهرات ويعملوا التصريحات والحوارات التلفزية والإذاعية والى اخره، ويخلقوا راي عام يضغط على الحكومة باش تقوم بمهمتها. ها باش نعطيك اللي هذا عمل فعال. العمل هذا انتج عليه أن حكومة سي حماد جبالي سقطت. سامحني على حكومة والحكومة الحالية قامت على أساس أن وزارات السيادة يكونوا مستقلين. هل ترى هم مستقلين ولا مازلنا ما نعرفوش؟ هو وزير الداخلية الأسبق اللي ضرب بالرش في سليانة ولا رئيس حكومة. هذه من الأشياء اللي احنا أنا كيفاش الناس تثق فيه رئيس الحكومة الجديد. بالفعل هذه من المؤاخذات اللي عندي كيفك أنت على الحكومة هذه. كان من المفروض أنه شخصية يكون توافقية قدر المستطاع للمرحلة الانتقالية. احنا ما نشكوش في الشرعية متاع الانتخابات وما نشكوش في الشرعية متاع المجلس التأسيسي، وبالتالي نحترم اللعبة السياسية ونعتبر أن الحكومة الحالية حكومة شرعية. لكن كنا نتمنى أنه في عقاب الأزمة اللي جات بعد اغتيال شكري بالعيد والأزمة متاع حكومة حماد جبالي والحوارات والنقاشات اللي دارت وقتها، كنا نتمنى أنه شخصية توافقية
ترأس الحكومة، لكن الآن سي علي العريض ترأس الحكومة عنده حوالي شهرين من اللي شكل حكومته، مازلنا ما شفناش أشياء اللي تخلينا نرتاحوا. معناها أنت تشكك في تحديد وزارة السيادة لا، أنا إنسان نحكم على الواقع. بالنسبة لوزارة العدل الواقع ولا؟ بالنسبة لوزارة العدل لم يتغير شيء، وأكبر دليل على ذلك بقى الفهري سامي الفهري في السجن. هذا دليل على أن المظالم اللي وقعت في عهد سي حماد الجبالي تستمر اليوم في عهد سي علي العريض. سي نجيب، كنت نجم توسع بالك شوية. فما واحد عنده ما يقول لك سي محمد. سي نجيب، السلام عليكم. تريد الأقدار شعبان سي محمد الفراتي ولا طيبة، رئيس تحرير جريدة الفجر. اي نعم، مرحبا بك. كنت ليش تسكر الباب؟ سكرتير تحرير جريدة الموقف سابقا. النطق لسان حركة النهضة. والجرائد الحزبية توا ماشية صعيبة. جريدتنا برك ماشية خويا ما راهيش. حكاية النظام السياسي، اي الظاهر ثم بلوكاج بين البرلماني والرئاسي، لأنه حركة النهضة يبدو أنها متمسكة بالنظام البرلماني. ايوه، وبقية الأطراف أو أغلبها ما أعرفش عندك اي لا كنت في الاجتماع. عندهم رأي نظام مختلط أو أميل للرئاسي. ما نعرفش، كان تعطينا هكا رأيك أو حتى لمحة بغاية السرعة. احنا منطلقين مش من نظريات، لأنه تعرف أنا في عام 2009 ولا 2010 خرجت مشروع دستور رئاسي، مش رئاسوي، رئاسي. الآن تونس مش ممكن تتحمل نظام رئاسي، لأنها عاشت تجربة تاع الحكم الفردي، تاع التغول تاع الرئيس اللي خضع لنفسه القضاء والمجلس التشريعي والإدارة والحكومة، يعزل ويسمي كما يحب. التوانسة ما عادش يحبوا يرجعوا للحكم الفردي. الرياضي الأول والمثقف الأول هذا ما عادش يحبوا يرجعوا. ولكن التوانسة توا عندهم تجربة تاع عامين في إطار نظام برلماني وين الرئيس ما عنده حتى صلاحية، وهذه خلقت خيبة أمل كبيرة. والتوانسة أيضا ما يحبوش تجربة كيف ما نقول. احنا شفنا بأنه الشيء اللي يستحقه تونس هو رئيس محدود السلطات، ولكن عنده سلطات فعلية. مثلا رئيس ما عنده حتى سلطة على القضاء، وهذا مضمون في الدستور. رئيس ما عنده سلطة حتى سلطة على المجلس التشريعي، ما عندوش حق باش يحل. رئيس ما عندوش حق باش يقيل الحكومة أو أي عضو من أعضائها. فهذه هي حد السلطات نتاعو. لكن مشينا أكثر، قلنا يلزم السلطة التنفيذية تتقسم صلاحيات للرئيس وصلاحيات للحكومة. الحكومة عندها السياسة العامة، الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الثقافة، الصحة، التعليم إلى آخره. الرئيس تكون عنده السلطات السيادية، يعني الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، والجيش والدبلوماسية والأمن. وهذوما ايش معناتوا هذه سياسات الدولة اللي المفروض ما تأثرش بالتغييرات الحكومية. ورئيس الدولة هذا يعبر عن الإرادة الشعبية ما دام منتخب من نصف الناخبين على الأقل. فبالتالي هذا النظام هذا لازم يكون انتخاب مباشر. هو النهضة مسلمة بالانتخاب المباشر، لكن ماذا بها صلاحيات تكون أقل ما يمكن. يعني عمليا ما عنده صلاحيات، حتى بعض الصلاحيات اللي تسلمت له في الخارجية وفي الدفاع يحبوها مشتركة. بس نجيب ما ثماش خشية أنه اللي تحكي فيه توا هو أوكي ربما صلاحيات محدودة، ولكن بإمكان الرئيس مفتوحة أمامه أنه يعيد نظام الاستبداد. ما نجمش. شكون باش يقيلوه؟ إذا هو عنده دبلوماسية وعنده الجيش وعنده الأمن، عنده إذا الحكومة ما عندها حتى شيء، يعني ما عندها حتى قوة. عندها السياسة العامة وتخدمها باستقلال. والرئيس عنده زوز أنواع من الرقابة القضائية، قراراته قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية اللي تنجم تلغيها في صورة أنها تكون مخالفة. بس نجيب أنت تحكينا على القضاء والبرلمان. في ربما في مجتمع عنده سنوات، مجتمع التونسي عنده سنوات من الديمقراطية وكذا، لكن احنا كنا في تجربة أنه الرئيس ممكن بسرعة يكوش على السلطات هذه، يعاود يكوش عليها، معناه يعاود يستغل القضاء ويعاود يستغل الإعلام
ويعاود يستغل الامن وانتهى الموضوع. في المطلق كل شيء ممكن، اما كيف نرجع للواقع هذا غير ممكن. وهذا هو التخوف. كيف نصد الباب امام عوده الاستبداد. صديناه كيفاش؟ ان القضاء مستقل تماما تشرف عليه هيئه منتخبه من طرف القضاة، فالرئيس ما عنده حتى سلطه على القضاء، والقضاء هي اليه كبيره استعملها النظام السابق لإخضاع المواطنين ومحاصرة الحريات. أنت بيدك تحكمت في قفصة عدة مرات ظلما، وأنت دفعت عليه ضمن عدد قليل من المحامين. فبالتالي هذا الشيء ما عادش ممكن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى البرلمان أولا تعددي، لأن التعددية السياسية أصبحت جزء من الحقيقة، وبالتالي الرئيس ما عادش ينجم يسيطر عن طريق الحزب الواحد على كامل النواب أو جل النواب. اثنين، قبل الرئيس ينجم يحل المجلس، هو بالدستور ممنوع باش يحل المجلس. حاجة أخرى، قبل الرئيس يعين رئيس الحكومة في أي لحظة يحبها ويقيل في أي لحظة يحب. اليوم هذا ما عادش ممكن بحكم الدستور، فبالتالي الرئيس تحدد، وحتى التعيينات اللي باش يعملها في ميدان الدفاع أو الأمن أو الخارجية تخضع إلى موافقة لجان البرلمان. مثلا لجنة الشؤون الخارجية يلزمها توافق على السفير اللي باش يعينه الرئيس، أو لجنة الدفاع توافق على رئيس الجمهورية. فبالتالي هو رئيس محدود الصلاحيات، ولكن عنده صلاحيات، مش كيف ما الحالة توا وين الرئيس فاضي شغل قاعد في كرتاج كان قلق يكتب كتاب أو يمشي يسافر من بلاد لبلاد. هذا الشيء التوانسة ما يحبوش، ما نحبوش ملكة إليزابيث احنا تحكم فينا، تاريخنا السياسي ما يعطيش هذا. بارك الله فيك سي محمد. سيدي فرصة سعيدة والله. أنا عندي قداش ما شفتكش من اللي رجعت تقريبا. شفتك مرة، آخر مرة تقابلنا مرة ولا اثنين هكا بسرعة، مرة في التلفزة ومرة لكن آخر مرة العشاء اللي في الدوحة. العشاء اللي في قابلته في قطر. أنا ضيفته في قطر. أنا ضيفته في قطر. وآخر كلمة وقت ما تفرقنا قال لي هاك تسالني عشاء. ما نزال يسالك. قامت الثورة ملا وعد ودخلنا في النشاط والحريه. التو ما تعشيناش. وعد الحريتين. بارك الله فيك سي محمد. شكرا يا خويا على التجربه هذه الجيده. ان شاء الله ربي يبارك ليتكم سعيد. نجيب اللي انا نعتبره زعيم سياسي يعني قليل وجوده في تونس، لانه صاحب تجربه وصاحب راي، وتجربته ثريه فيها الراي وفيها التمسك بالراي، فيها الشجاعة. لأنه سي نجيب أنا شفته في عدة مرات واشتغلت معاه في جريدة الموقف، ولما كان الحزب الديمقراطي التقدمي قبل الثورة قبل ما يصبح الحزب الجمهوري، فله من الشجاعة أنه يقول رأيه وأنه يسلك مسلك ولا ينتظر رضاء أطراف أخرى. وكثير ما خسر أصدقاء وخسر حتى الشعبية. يعني الناس كانوا يتوقعوا في الانتخابات الماضية أنه الديمقراطي التقدمي سيكون نتائجه أفضل. سي نجيب، أهلا. ايش قولك في سي محمد الفوراتي؟ والله كانت مفاجأة بالنسبة لي سعيدة، على خاطر تربطني به ذكريات في سنوات الجمر. كنا في سنوات 2000 بداية 2000 نخرجوا في الموقف، كانت الجريدة الأكثر جرأة في الجرائد نتاع المعارضة، وكان من الناس الواقفين عليها والساهرين عليها، وخدمنا مع بعضنا سنوات، وتعرض هو للقمع وقفت معه كيف ما هو ذكر. ومنذ الثورة ما تلقيتش معه عمليا، وبالتالي أنه هاي فرصة سعيدة فاجأتوني به، وكانت فرصة باش نستذكروا هك اللحظات. والحمد لله. سي نجيب، أهلا. هنا وصلنا الحمد لله. بارك الله فيك. الدنيا مات راك تشوف طقس شتاء. صحيح. انا عديت في قرية حلو ياسر معاك. يعيشك. ويظهر لي باش نهدي لك كادو باش نمنعك مع المطر هذي ومن الشتاء. حشنا بيك بسيطة. هاو الشابو نتاعي، تفضل خويا. بارك الله فيك. البسوا. لا مش مطلوب. جربوا بالك شي جربوا لكن ما نستعملوش، راهو ما نلبسش والله النوع من الشابوات. والله يوديك هاي يعيشك كثر خيرك. خليها عندك. لا والله بتهزوا معك. عندك باهي نهزوا سوفنير. بارك الله فيك. يعيشك. الى اللقاء. ربي يحفظك. يعيشك بسلامة.
ضحك فينا أكثر من الكوميك، محلاها العيشة مع البوليتيك، ضحك فينا